السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم وهنعمل مقارنة كاملة بين الريدم 14 سي والريدم 15 سي، وهل ال 15 سي يستحق الفرق اللي موجود ولا لأ؟ وهقول لك في الفيديو ده أيهما أفضل وأنهي فيهم تشتري لو هتتنازل عن حاجة معينة في ده، هتشتري أنهي فيهم. وفي نهاية الفيديو هقول لك على الخلاصة، لكن ما تنساناش اشتراكك في القناة أكيد بيدعمنا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. هناخد في البداية كده الشاشة تقريبًا في ال14 سي من 15 سي بتفرق حوالي بالضبط 2 مللي 2 إنش آسف، يعني في ال14 سي 6.88 لكن في ال15 سي 6.9. أمّا دقة الشاشة هنا وركّز معايا في الفيديو إن أنا هاقول لك كل نقطة هي لصالح مين. أمّا دقة الشاشة هنا 720 في 1640 ودي لل14 سي بفرق 40 من ال15 سي 720 في 1600. يبقى كده دقة الشاشة هنا هنقول لصالح ال14 سي، هي جزئية بسيطة جدًا لكن هي لصالحه. أمّا كثافة البكسلات هنا بتيجي في ال14 سي 260 بكسل، أمّا في ال15 سي بتيجي 254 بكسل لكل إنش، وبكده كثافة البكسلات هي جزئية بسيطة جدًا أو رقم الفرق بسيط جدًا لكن هو لصالح ال14 سي. أمّا معدل التحديث فهو في الجهازين 120 هرتز، وحماية الشاشة اللي بتنزل هي جوريلا جلاس ودي موجودة في الاتنين. أمّا بقى بالنسبة للتصميم، التصميم ده أذواق، كشكل خارجي هاسيبه ليك أنت وذوقك لإن الاتنين مختلفين عن بعض تمامًا في التصميم الخارجي، لكن بالنسبة للطول هو نفس الطول، وبالنسبة للعرض فرق العرض ال15 سي يعني أكبر ب2 مللي لكن مش حاجة كبيرة جدًا، هنا 77.8 في ال14 سي وفي 15 سي 79.5. لكن الوزن بقى هنا 204 جرام وهنا 205 جرام في ال15 سي وال14 204، يعني الفرق جرام مش هيفرق كتير. أمّا السمك فهو نفسه وخامات التصنيع هي نفسها، الضهر بييجي من الإزاز والفيران من البلاستيك، والاتنين تقريبًا نفس الإمكانيات بالضبط، والاتنين بالنسبة للشرايح بيدعموا الاتنين شريحة من نوع نانو. لكن هنا مقاومة المياه بتيجي لصالح ال15 سي، مقاومة المياه والغبار هنا ال14 سي يس فلاش، لكن هنا في ال15 سي IP64 وهي أعلى شوية أو شهادة موثوقة IP64 لكن هنا ما نعرفش. لكن الأداء والمعالج هنا بييجي عندك في الاتنين مش في واحد بس، هيليو G81 Ultra والاتنين تقريبًا نفس المعالج، وكمان في المعالج الرسومي بييجي في ال14 سي ميلي G52 وهو نفسه اللي موجود في ال15 سي. يبقى حاليًا هنقول الشاشة هي بفرق بسيط جدًا لصالح ال14 سي، دي الشاشة، لكن المعالج والأداء الاتنين بنفس المعالج الرسومي والاتنين بنفس المعالج اللي هو هيليو G81 Ultra. أمّا بقى بالنسبة للكاميرات، لكن قبل ما نبدأ في الكاميرات لو لسه ما اشتركتش ما تنساش اشتراكك في القناة أكيد بيدعمنا. أمّا بقى بالنسبة للكاميرات ال14 سي بييجي هنا بكاميرا أساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. أمّا بقى في ال15 سي هي نفس الكاميرا 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8، لكن هي تصوير الفيديو بييجي عندك في الاتنين 1080 على 30 فريم في الثانية. الكاميرات الأمامية برضه هنا هي لصالح ال14 سي، الكاميرا الأمامية بتيجي في ال14 سي 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، لكن الكاميرا الأمامية في ال15 سي 8 ميجا بكسل، لكن جودة الفيديو 1080 على 30 فريم ودي موجودة في الاتنين. تعالَ بقى لنقطة البطارية والشحن، البطارية هي جاية لصالح ال15 سي، لإن هنا البطارية بتيجي في ال14 سي 5160، أمّا بتيجي في ال15 سي 6000 ملي أمبير، وهنا الفرق زي ما حضرتك شايف 5160 وهنا 6000 ملي أمبير. أمّا بقى بالنسبة للشحن، الشحن بييجي هنا 18 الشحن بييجي في الكرتونة هنا 33 واط وبييجي في الكرتونة هنا 33 واط، لكن ال14 سي بيدعم شحن لعند 18 واط. أمّا في ال15 سي بيدعم لعند ال33 واط، فكده الشاحن والبطارية في ال15 سي الشاحن أسرع والبطارية أكبر. لكن بقى بالنسبة البصمة والبلوتوث والصوت موجود في الاتنين مونو، متشابهين عشان ما اطولش عليكم الفيديو، متشابهين في كل حاجة. أنا كده جبت لك أبرز الفروقات اللي فيهم، اللي هي الكاميرا
واللي هي البطارية واللي هي سرعة الشحن واللي هي جودة الشاشة وكثافة بكسلات الشاشة جاية لصالح ال 14 سي. فأنا هقول لك على الخلاصة، لكن قبل ما أقول لك الخلاصة لو لسه ما اشتركتش أو ادعمنا بلايك، انا هقول لك الخلاصه. لو انت هتقدر، لو الشحن السريع مش هيفرق معاك الشحن السريع والبطاريه، يبقى خليك في ال 14 سي وانت اولى بفرق السعر. لو انت رايح وعايز حاجه شحن سريع، شحن اسرع وبطاريه اكبر شويه، وطبعا اكيد ال 15 سي هيديك شحن اسرع وبطاريه اكبر شويه. لكن هي كل الفكره ان انت لو الفرق ده او لو النقطه دي مش هتفرق معاك، فانت دايما خليك انت اولى بفرق السعر لو النقطة دي مش هتفرق معاك. وما تنساناش اشتراكك اكيد هيدعمنا، ولو عجبك الفيديو ما تنساناش من اللايك.